متى حظوظ الزمالك تتوقف على تألق عبد الواحد السيد؟ ادي الرأسية الثاني وتسديدة جول. جول. هدف متوقع وهدف منتظر من مازيمبي بعد كل الضغط ده، بعد كل هذا الضغط كان لابد ان يسفر عن شيء. الزمالك تراجع في الشوط الثاني تماما. الان لا سبيل الا الهجوم، لا حل الا الهجوم في اخر 20 دقيقة في هذه المباراة. والله ده كاسونجو، ده البديل كاسونجو هو اللي سجل الهدف في الدقيقة 25 من الشوط الثاني. كرة صعبة، عبد الواحد لا يتحمل مسؤوليتها الحقيقة. كرة كانت من مسافة قريبة جدا. نشوف ادي الضربة الركنية اتلعبت، غلطة واتسددت واتشاطت ومفيش تسلل طبعا، وبقدمه اليسرى كاسونجا. هدف سهل يعني. شوف التسديدة كانت طالعة بره، كاسونجا قابلها وحطها في المرمى، وضعها في المرمى بسهولة ومن مسافة قريبة. لا دفاع ولا عبد الواحد يقدر يعمل اي حاجة. على اي حال